نيمار ده اخر مهاري في كرة القدم حاليا، يعني ما فيش مهاري زيه حاليا يعني جه في كرة القدم. ثانيا ان نيمار كان في برشلونة، ما حصلش، كان ثلاثي ما حصلش مع ميسي وسواريز. استغبى وهرب من ظل ميسي عشان الجوائز الفردية وراح باريس سان جيرمان، فلوس اكتر لكن دوري تعبان، وما خدش دوري الابطال مع باريس سان جيرمان. بعد كده باريس سان جيرمان استغنى عنه للهلال السعودي. الهلال السعودي خد الهلال السعودي في اصابات بقى ونايم في الخط ومش شغال وما كانش حاسس بالمسؤوليه اساسا. الهلال السعودي استغنى عنه وما استنفعش بيه اساسا، وراح نيمار لفريقه القديم اللي هو سانتوس. نيمار من هنا كاس العالم خلاص على الابواب، نيمار حس بالمسؤوليه وان سانتوس هيهبط، لدرجه ان نيمار كان بيلعب في سانتوس مصاب ما كانش بيخاف. فنيمار زعل ان هو ما اختارهوش المدرب عشان لسه في لياقته البدنيه هابطه وهو لسه مصاب. نيمار لما لعب مع سانتوس مصاب وكان سانتوس هيهبط، وكان السبب الرئيسي ان هو سانتوس يرجع للدوري البرازيلي تاني من هنا اي لاعب شاب ياخد نيمار قدوه ليه لان نيمار زي ما قلت لك بقى مسؤول عن المنتخب وعن سانتوس، ان هو رافع الاثنين دول فوق بعض. ونيمار حاليا بيحارب عشان يلعب مع المنتخب حتى لو نص شوط، مش هكلمك ان هو شوط كامل، لا نص شوط، ان هو انا احاول عايز العب عايز اجرب انا استمتع باللعب مع البرازيل، لان دي اخر كاس عالم هتحضر لنيمار. وهتشوفوا طبعا انه معتزل قريب لان اللعب البرازيل اصلا ما بيكملوش للاخر. بس في الاخر الواد ده حصل له حاجه غريبه في الاصابات، ما تعرفش في حاجه غلط في الاصابات بتاعته. بس انا بحبه الواد ده، انا بحبه من زمان يعني.